حبايب مسك، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده معايا 3 سمكات بلطي، فضلة خيركم يا جماعة. انا جبت فرشة سمك يا اللي شايفاه. مسكت يا جماعة اول سمكاية، فتحتها من جوه كده من بطنها، وديت انا هشويها القشر بتاعها بكل حاجتها كده، بس يا دوبك انا فتحتها. تمام. والسمكتين التانيين هبدا انضفهم واقليهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. قليته كده وقشرته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. قليته ايه، نضفته يا جماعه يعني بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبحب اشيل النخاشين بتاعه السمكيه والبق بتاعه، يعني بقص البق كمان زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده. نضفته وهبدا اقطعه الجزاء، عشان السمكيه ما شاء الله كبيره، فانا حباها تتقلي وتتقرمش معايا ما تبقاش طريه. فانا مسكتها قطعت وكمان عشان يبقى يعني الطبق مليان كده ويملي العين يا ولاد. ركزوا معايا دلوقتي. يعني قطعته كده جزل زي ما انتوا شايفين، كل سمكيه 3 جزل زي ما انتوا شايفين كده. تمام تمام. عايزاكي يا ست الكل كده حط لايك وكومنت حلو كده، وصلى على النبي يا حاج. صلى على النبي. شايفاكي انتي ما حطيتيش ومكسله. شفتي الفيديو لحد الاخر ومكسله تحطي لايك. عشان خاطر اختك حطي لايك. ادي السمكيه اللي انا هشويها بكل حاجه، يا دوبك فتحت بطنها بس ونضفتها وخليتها شمعه بيضه. هتجيبوا بقى، هنعمله بقى محلول نعي يا ولاد، بيطيع ريحه الزفاره، ما بيخليش ريحه السمك زفره خالص. بالذات السمك الكبير ده بيبقى زفر شويه عن السمك الصغير. هحط له شويه ملح، وهجيب له ليمونه كده محترمه او ليمونتين اعصرهم. اوعي تحطي خل. مش هتحطي خل ليه؟ عشان الخل بيهري لحم السمك. تمام. ادي كده انا عصرت ليمونتين يا جماعه، وحطيت له شويه دقيق. وهجيب شويه قرف. القرفة دي بصوا في الفراخ وفي السمك بتضيع ريحة الزفارة بطريقة فظيعة. هي والجنزبيل يا جماعة، جربوا ومش هتندموا. تعالوا بقى إيه نمسكوا كده السمكية كده، ندعكوا كده في قلبها بالليمون كده، ونخلوها بفطة بيضة. هي اساسا مش محتاجة نظافة، هي نضيفة ومخليها شمعة بيضة. بس انا بحب ادعك السمكية كده من جوه بالليمون. تمام. تعالوا بقى نشوي السمكية اللي هنشوها. تعالوا نعملوا لها تتبيل وحشوة سكر يا جماعة. بصراحة حشوة رهيبة رهيبة رهيبة. انا كنت بجيبها من بره محشية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. سألت الراجل على التتبيلة، قال لي بحط بصلايه صغيره كده، ونص طماطميه، والنص التاني اكلته على فكره. وبعد كده ايه يا جماعه، قطعتها مكعبات صغيره كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. تتبيله يا جماعه بتخلي السمك قلبه وريحته فظيعه فظيعه. وربع قرن شطه سبايسي او بارد على حسب رغبتك. ومعايا فص توم واحد بس هقطعه قطع صغيره خالص. بصوا قطعته هو بالطريقه اللي شايفينها ديت. وعطيت له كده ضربتين بالسكينه كده عشان يبقى ناعم وتمام. ومعايا شويه بهارات، كمون وشويه ملح وشويه كزبره ناشفه، كله في المكون اللي انا بقول لكم عليه ده. تمام كده. قلبناهم وحشينا السمكيه بيها كده. يا سيدي شوفوا الجمال يا ولاء، حاجه كده عسل. جربي ومش هتندمي، هيعجبك ان شاء الله. خلاص كده سيبها تتبل مع نفسها كده شويه. وتعالوا بقى نشوفوا السمك المقلي والتتبيله بتاعته. تتبيلته يا ولاد خطيره خطيره خطيره. يلا بقى تعالوا شوفوا. انا مسكت السمك الاول، الديل بتاعه كده بيبقى فيه لحم كتير، فانا عطيت له نغزتين بالسكينه كده ليا مسك عشان يفتح معايا كده واللحم بتاعه يستوي ويقرمش معايا. انا عايزه سمكيه مرمشه يا ولاد، مستويه ومقرمشه في نفس الوقت. هنجيبوا ايه بقى؟ هنجيبوا عصره ليمونه. تمام. وهتجيبي الهريسه الشطه. عندك هريسه شطه زي الفل، ما عندكيش هتجيبي قرن شطه احمر وشويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه و4 فصوص ثوم، وتروحي ضربهم في الكبه بتاعتك، تبداي تحشي السمك بتاعك. حشيتي وخليتيه زي الفل، حطيه في التلاجة. وتعالي نشوف هنعمله ايه. هنعمله رز صياديه عسل، ولا لونه يا ولاد عجميه كده، عجميه يا ولاد. هنحطه معلقه سكر بعد الزيت بتاعنا ما يسخن. تمام. هتحطي سكر على الرز الصياديه. جربي ومش هتندمي. انا عايزاكي تجربي الدنيا، جربي في نص كوبايه رز. هبدا كده كرمل معلقه السكر اللي انتوا شايفينها ديت يا جماعه، وتكوني مقطعه البصلايه ومحضره لك رك ما يوصل اللون اللي انتوا شايفينه دي. تروحي حاطه طشه حاطه البصلايه طشها على طول بالسكر. بتروح موقفه الكرمل. قلبي قلبي كده. واهم حاجه ان البصلايه بتاعتك ما تاخدش اللون البني الداكن، انا عايزه لون بني فاتح. تمام. قلبي قلبي كده.
تعالوا بقى نشوفوا السمكية المشوية. جبت لها شوية ردة وهبدأ ايه اشوي. هشويها فين؟ هشويها على البوتاجاز. اوعي تشوي السمك في الفرن بتاع البوتاجاز، لا هينشف ومش هيبقى حلو. فوق على صاجة زي الفل. شوفوا انا عملت ايه، حطيت الصاج بتاعي بتاع البوتاجاز من جوه وعملت وشويت عليه السمك، والله يا ولاد بيروح زي الفل. تعالوا بقى نشوفوا البصليه وصلت للون. حطيت لها شويه كركم وشويه بابريكا وورقتين لوري. تمام، هيبدا بس يتحمر معايا كده شويه وهبدا انزل بالميه. شوفوا بقى اول ما تاخد وش احمر السمكيه المشويه هقلبها على طول بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا بقى نعملوا التتبيله بتاعت السمك المشوي. قرن شطه يكون حراق وحلو كده، عايزه تحطي بارد مفيش مشكله، بس جربي الحراق بيبقى حلو في السمك. ونص فص توم. انا كده كده هحط له هريسه شطه من اللي انا كنت عامله بيها السمك متبله بيها السمك المقلي. وعصره ليمونه كمان. بصوا، وحطيت لها شويه كمون، زودت شويه كمون كمان. بصوا يا جماعه، احلى تتبيله للسمك المشوي ركي ما يطلع من النار تروحي تصاه بشويه التتبيله دي، تاخدي سمك يا ولاد عسل عسل كده. بصوا لسه سخن، لسه طالع اهوت، لسه مطلعاه والله العظيم. ايوه كده، هسيبه بس شويه في التتبيله كده. وتعالوا نخشوا على السمك المقلي وتشوفوا الدقيق بتاعه ايه. حطيت كوبايه دقيق، وعلى كوبايه الدقيق ايه يا مس هحط نص معلقه توم باودر ومعلقتين كبار نشا. تمام تمام. صليتي بينا على النبي يا حاجه، عليها افضل الصلاه والسلام. حط لايك بقى. وحطيت له شويه كركم، تمام كده، وشويه كمون وشويه بهارات كده عليها ملح. تمام كده، اللي انا كنت حاطه بيها فيها على السمك كده. هبدا بقى اتبل السمك بتاعي كده يا ولاد. ايوه كده عسل. تعالوا بقى نولعوا الزيت بتاعنا وما يكونش سخن جامد، وتبداي تنزلي السمك بتاعك وما تخليش السمك المقلي على نار عاليه، الوسط حلو. وتعالوا بقى شوفوا العظمه بعد ما خلصت. شوفوا الرز لونه جميل ازاي ولا طعمه، تاكلي منه ما تشبعيش. والسمكيه المشويه بتتقشر معايا وسهله ازاي. وتعالوا شوفوا الخلطه من جوه، حاجه كده عسل. والنبي استاهل لايك ولا لا؟ انا بحب السمك فعشان كده دوشكم بالسمك على طول. يلا يا ست الكل، اللي يعجبه الوصفه دي يعمل لي لايك ويشير ويفعل الجرس، واسيبكم في رعايه الله.